ولادي هيضيعوا مني. دي الجملة اللي بتطلع من 90% من الآباء والأمهات اللي بيفكروا في الهجرة، سواء عايشين هنا جوه كندا أو اللي بيخططوا يجوا كندا قريب. مش خوف من الشغل، مش خوف من الفلوس، ومش خوف من البرد والشتاء. الخوف كله على العيال. النهاردة مش جاي أقولك كلام نظري من كتاب، أنا جاي أكلمك من واقع الشارع الكندي. إيه الإيجابيات والتحديات اللي لو معرفتهاش من دلوقتي العيال فعلا ممكن تضيع منك. جهز كوباية الشاي لأن الكلام ده من القلب. سيبك من الصور الوردية على السوشيال ميديا، الولاد بيلعبوا في التلج بلبس شيك وكل حاجة تمام. الواقع تربية الأولاد في كندا واقع تاني خالص. في حاجات جميلة جدا، وفي حاجات بتصدمك، وفي حاجات محتاج تعرفها قبل ما تيجي علشان تكون مستعد. والفرق بين انك تعرفها من الأول وانك تكتشفها بعد ما توصل ممكن تفرق في حياة ولادك كلها. الميزة الأولى كسر فخ المظاهر والطبقية، الحاجة اللي ب1,000,000 دولار. أول حاجة هتلاحظها على ولادك هنا إنهم بيكبروا مش بتوع مظاهر خالص. وأنا عارف إن في حد هيقولي ما احنا في بلادنا كمان مش بتوع مظاهر. لا يا صديقي، الموضوع هنا مختلف تماما. في كندا الطفل ممكن يكون قاعد في الفصل جنبه ابن وزير أو مليونير، وهما الاتنين في مدرسة حكومية واحدة، بياكلوا نفس الأكل، لابسين نفس الستايل، ومفيش حد بيبص للتاني من فوق لتحت. البيئة دي بتكبر الطفل وعقليته نظيفة، مش بتطلعه عنده غيرة أو عقد. هنا لما بيجي وقت اللبس أو الشراء بتلاقي أولادك طبيعيين جدا، وطالما اللبس كويس ما بيبقاش عندهم هوس البراندات والمظاهر. الطفل بيكبر مش محتاج يشتري براند عشان يحس بالقبول وسط زمايله، بيكبر واثق من نفسه من جوه مش من بره بس. ودي ميزة ب1,000,000 دولار. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا. الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للأخبار، ده بقى زي العيلة، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجة مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومة، الرابط هتلاقيه في الوصف، وبرضه ممكن تعمل سكان للQR. الميزة التانية حرية من الاسترس، بس ليها تمن لازم تعرفه. تاني حاجة العيل هنا طالع ستريس فري، ما عندهمش الضغط العصبي اللي احنا اتربينا عليه وكبرنا عليه. من واحنا صغيرين كان السؤال التقليدي عاوز تطلع ايه لما تكبر؟ I want to be a doctor. I want to be a vet. وتطلع مضطر تختار دكتور او مهندس، لان المجتمع عايز كده، او لان الاهل عاوزين كده، او علشان يتقال عليك نفس الكلام اللي بيتقال على قرايبك. هنا في كندا مفيش الضغط ده خالص. الأطفال بيطلعوا يعملوا اللي بيحبوه فعلا ومقتنعين بيه، وده في ظاهره حاجة ممتازة، بس ليها وش تاني لازم تعرفه. احنا كعرب بنعافر ورا أهدافنا وبنحققها، وده من أقوى حاجة فينا. الجيل الجديد هنا ممكن يكبر من غير نفس الدرايف والدافع ده، لأن الحياة سهلة ومريحة ومش محتاج إن هو يعافر على نفس الدرجة اللي احنا كنا فيها. وده على المدى البعيد ممكن يأثر على طموحهم لما يخلصوا دراسة ويدخلوا الحياة الحقيقية. الحل دور الأهل هنا إنهم يزرعوا في أولادهم الطموح ده. مش المدرسة هي اللي هتعمل ده، ولا المجتمع هو اللي هيعمله، البيت هو اللي بيعمله. الميزة الثالثة الهوية واللغة العربية، الخوف اللي في قلب كل أب وأم. دلوقتي نيجي لحاجة أعرف إنها في دماغك من أول ما سمعت عنوان الفيديو. ولادي هيبقوا عارفين عربي ولا لأ؟ هيفضلوا متمسكين بثقافتنا ولا لأ؟ والإجابة الصادقة مش تلقائية، محتاجة جهد حقيقي. لأن الأطفال في كندا بيصحوا الصبح، بيروحوا مدرسة، بيتكلموا بالإنجليزي هناك، بيرجعوا يلعبوا مع أصحابهم الكنديين، والكمبيوتر والموبايل كل ده بالإنجليزي. وبعد فترة الإنجليزي بتاعهم بيبقى أحسن من اللغة العربية. وده بيحصل مع معظم الأطفال هنا، حتى في البيوت الحريصة على اللغة العربية. بتلاقي دايما الأهل محتاجين يفكروا أولادهم يتكلموا عربي في البيت. الحل اللي بيشتغل دايما إن البيت يبقى قوانينه الأساسية عربي، الكلام بالعربي دايما، وتوفير محتوى عربي، وتوصيل فكرة إن اللغة العربية ده جزء من هويتهم مش حاجة قديمة. التحدي الأكبر ملف الدين، البعبع اللي بيخوف كل الناس رغم إنه مش بعبع. دلوقتي نيجي للموضوع اللي كل أب وأم بيسألوا عنه، الدين.
الأولاد هيفضلوا متمسكين بدينهم وقيمهم في بلد علمانية. وهنا في حاجة ممكن تتفاجئ بيها. ناس كتير لما بتيجي كندا بتكون خايفة من الموضوع ده جدا، بس بتتفاجئ بواقع تاني خالص. الارتباط بالمسجد أو الكنيسة هنا للأولاد في الغربة أوقات بيبقى أقوى بكتير. ليه؟ لأن دور العبادة هنا مش بس مكان للصلاة، ده كوميونيتي، ده الحصن، ده المكان اللي الأولاد بيلاقوا فيه ناس شبههم ومن نفس ثقافتهم. بتلاقي هناك مجموعات شباب في نفس السن بيروحوا مع بعض كل أسبوع، بيتكلموا، بيتعلموا، وبيكبروا هم عارفين هويتهم. ونفس الكلام ده بالظبط بنشوفه في الكوميونيتي العربي والمصري هنا. الأماكن دي عامة بتعمل روابط قوية جدا للشباب، بس وده مهم جدا، ده ما بيحصلش لوحده، محتاج جهد من الأهل إنهم ياخدوا أولادهم ويدخلوهم الكوميونيتي دي ويعملوا لهم صحبة من الناس شبههم. لو سبتهم للتيار، التيار هيجرفهم، بس لو عملت الصح هيكبروا عارفين هم مين وبيعملوا ايه. التحدي الخاص بالبنات، الحاجة اللي الأبهات والأمهات بيسألوا عنها كتير جدا. دلوقتي خليني أتكلم عن الموضوع اللي الأمهات بالذات بيسألوا عنه كتير جدا. البنات، تربية البنات في كندا ليها تحديات مختلفة. في كندا البنت هتكبر في بيئة بتقول لها إنها حرة، تختار كل حاجة فيها بنفسها، لبسها، أصحابها، مستقبلها، وكل قرار في حياتها. وده في حد ذاته مش وحش، لأن الحرية حق. بس التحدي إن الأهل يكونوا قريبين من بنتهم بشكل مختلف، مش رقابة، مش حظر، مش ممنوع وخلاص. لأن الممنوع في كندا بيبقى مغري أكتر، والبنت هتلاقي كل الأبواب مفتوحة من غير أهلها لو ما كانوش أصحاب ليها. اللي بيشتغل هنا هو بناء علاقة صداقة حقيقية مع البنت، السمع وفهم دنيتها، وتكون العيلة هي المكان الأول اللي تيجي فيه لما يكون عندها مشكلة، وتوفير كوميونيتي في بنات من نفس سنها ونفس القيم بتاعتها عشان ما تبقاش لوحدها في بيئة مختلفة. 5 حاجات عملية تتعمل دلوقتي خليني أقول لك 5 حاجات عملية متجربة وبتجيب نتيجة ممتازة. الأولى، البيت يبقى عربي. الكلام بالعربي في البيت قاعدة ثابتة، حتى لو الأولاد بيردوا بالإنجليزي افضل انت تتكلم بالعربي معاهم وهم هيتأقلموا على ده. تاني حاجة، الكوميونيتي. قبل الفصل الدراسي دور على مسجد أو كنيسة أو جمعية عربية ودخل الأولاد فيها من أول يوم. الصحبة بتتعمل وهم صغيرين. تالت حاجة، الصداقة قبل الأبوة. اعرف أصحابهم، اسمهم، اعزمهم في البيت، خليهم يحسوا إن بيتك مكان ترحيب. رابع حاجة، الكلام بصراحة. الأولاد والبنات هنا بيشوفوا حاجات كتير، لو ما اتكلمتش معاهم بصراحة هيعرفوها من غيرك، وغيرك ممكن ما يكونش مناسب. خامس حاجة، القدوة. دي الأهم. الأولاد ما بيسمعوش الكلام بالأساس، بيشوفوا التصرفات. لو الأهل متمسكين بقيمهم وفرحانين بيها، الأولاد هيتمسكوا بيها برضه. خليني أقول لك جملة واحدة وأنا متأكد منها 100%. كندا مش عدو لأولادك. كندا بيئة زي أي بيئة تانية، ممكن تبني فيها أولادك، ولو سبتهم من غير توجيه ممكن تضيعهم. الفرق مش في كندا، الفرق في طريقة التربية. اللي بيكون قريب من الأولاد ومش بيسيبهم للتيار هيلاقي إن كندا بيئة ممكن تطلع فيها أولاد ناجحين وكويسين جدا. واللي بيسيب كل حاجة للمدرسة والمجتمع ممكن يتفاجئ بعد كام سنة. What have I done? What have I done? الأهل هم اللي بيحددوا أولادهم هيبقوا فين. دلوقتي عاوزك تعمل حاجة واحدة بس، اكتبولي في التعليقات تحت أنا في كندا وأكتر حاجة بتقلقني على أولادي هي إيه؟ أو لو لسه برا كندا وبتخطط إنك تيجي كندا، إيه أكتر حاجة خايف منها؟ وزي ما أنتوا عارفين أنا بقرأ كل التعليقات وبرد عليها، ولو حد من أصحابك عنده نفس الأسئلة شارك معاه الفيديو ده، ممكن توفر عليه سنين كتير من القلق. وما تنسوش تشتركوا في القناة لأن اللي جاي أحلى، وأشوفكوا الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي أنا لسه مكمل. لايف ان كندا أرضي قصتي للأفضل.